انت عارف بقى ليه الاهلي هياخد الدوري؟ لا خالص، مش عشان بيراميدز خسر امبارح ولا عشان الاهلي كسب 5 خالص. كده انت مش متابعني وكده انت ما بتفهمش كوره، وانا ما بحبش انك تتابعني. اللي بيتابعني هنا لازم يكون فاهم كوره وعارف ليه بيحصل ده وعشان ايه بيحصل ده. تعالى بقى وانا هفهمك. بص يا معلم، اول حاجه لازم تحطها في الحسبان عماد النحاس. عماد النحاس جه ما عملش اسلوبه، ما عملش اختراعات، ما عملش اي حاجه، لا لسه. ولكن عماد النحاس عمل حاجتين بس: حط كل حاجه في مكانها ولعب نفسي كويس جدا على اللعيبه. مثلا عماد النحاس كان ذاكي الماتش اللي فات لما اتكلم مع اسامه ابو علي وعلي معلول، ولكن كان اذكى جدا الماتش ده. ليه بقى؟ لانه اول حاجه بدا وسام وقدر يستغل ان هو مسجل الماتش اللي فات عشان يديله فرصه اكبر ويرجعه، وبالفعل وسام سجل. عمل ايه تاني؟ راح مطلع وسام ونزل جراديشار. ليه بقى؟ عشان ما يخسرش الاثنين، يبقى معاه الاثنين، واحد بيرجعه لمستواه وواحد واقف على رجليه وفي مستواه وكويس جدا. سحب طاهر محمد طاهر بدري جدا في الشوط الاولاني ونزل حسين الشحات. ليه؟ عشان خاطر طاهر محمد طاهر نفسيا وفنيا وكل حاجه واقف على رجليه وبيقدم موسم من افضل مستوياته، فخلاص سحبه ونزل حسين الشحات. ليه؟ عشان الماتش سهل، يبدا يسجل، يبدا ياخد فرصه، يبدا يرجع لمستواه، يبدا يقف على رجليه. وبالفعل حسين الشحات سجل وصنع والجمهور سقف له. ساب اشرف بن شرقي اطول فتره ممكنه 70 دقيقه. ليه؟ عشان خاطر يرجع اشرف بن شرقي لمستواه ويبدا يقف على رجليه تاني ويرجع لياقته ويقدر يستمر المباراه كلها. عمل اذكى حاجه ممكن يعملها مدير فني: خد من عمرو السوليه 60 دقيقه، البدني بتاعه خد منه كل حاجه، ويسكت على كده؟ لا، راح ساحب عمرو السوليه ونزل محمد مجدي قفشه يرجعه لمستواه، يديله فرصه انه يشارك، يبدا بحساسيه المباراه. ودي حاجه في منتهى الذكاء. مش بس كده، علي معلول نزله خلاه ياخد 20 دقيقه. مش بس كده، لا ده خلاه يلعب قدام وما يرجعش كتير، وخلى لعيبه تقفل عليه ورجعه وشفنا مستواه. صنع كرة ولا اروع بتاعت امام عاشور. علي معلول يبقى هو علي معلول. عماد النحاس بيعمل دور ذكي جدا 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 مع اللعيبه، بيرجع كل اللعيبه لمستواها، بيقف على اللعيبه، بيفهم اللعيبه، بيكلمهم، بيبدا يدخل اللعيب واحد ورا التاني. اللعيبه بدات تطلع احسن ما عندها، وده اللي احنا بدانا نشوف في المباريات. ولكن بيراميدز ايه السر بقى ان بيراميدز يضرب غطس النهارده؟ بص، اول حاجه بيراميدز فريق ما عندوش جمهور، ومعنى ان هو ما عندوش جمهور ده ما بيخليكش تقدر تنافس لحد اخر نفس، لا بتيجي في الاخر وبتقع. احنا لما قلنا ان بيراميدز لا هياخد كاس ولا دوري ولا دوري ابطال افريقيا كنا متوقعين ده. متوقعين ايه؟ بيراميدز اول ما يوصل للنهائي اللعيبه تقدر تاخد ثقه، مفيش جمهور بقى يردهم عشان يعرفهم ان احنا لسه ما خدناش البطوله، مفيش، بدون اي ضغط. كان نازل متوقع ان هو يكسب فاركو بطريقه سهله جدا، وبالتالي فاركو ضغط عليه هدف والتاني راح راجع بجون، راح فاركو جايب التالت، راح راجع بالتاني، ولكن ما كانش عنده وقت. هنا قوه الجمهور يا جماعه، قوه الجمهور هي اللي بترجع اللعيبه دي وهي اللي بتفوق اللعيبه دي وهي اللي بتخليهم تستمر على البطولات. عشان كده لما قلنا ان بيراميدز مش هياخد الدوري كنا عارفين ان وقت الضغط ووقت ما الاهلي يضغط عليه والاهلي يكسب وهو يتعادل، الاهلي يكسب وهو يخسر، هتلاقي الدنيا كلها باظت. وده اللي حصل بالفعل. اتفرج بقى على بيراميدز الماتشة الجايه، اتفرج على الضغط اللي هيبقى فيه، اتفرج على اللعيبه اللي هتبقى ركبها بتخبط في بعضها، وصدقني الدوري ان شاء الله هيكون اهلاوي. عايز اقول كلمه بقى لعيبه الاهلي: الخمسه دي ما كانتش كفايه. الماتش ده كنت تكسب فيه 10 12 13 مستريح. امام عاشور انت بتعاند نفسك عشان تجيب جون؟ لا، انت اعمل كل اللي انت عايزه، اعمل كل اللي عليك في الملعب وانسى فكره الجون، هتلاقي الجون بيجي لوحده. اللعيب لما يحب ان هو يبقى عايز يجيب جون ويبقى متاثر جدا انه لازم يجيب جون، الكره بتعنده، وكلنا عارفين كده. الكره هتفضل تعندك لحد ما انت ترميها ورا ظهرك. انا بلعب بعمل اللي عليا بادي، والجون ده لا اما يجي او ما يجيش. صدقني ساعتها هتلاقي الكره بتحطها كده بتيجي جون، بتحطها كده بتيجي جون. لعيبه الاهلي الشوط الاولاني كان فيه ميس باص كتير جدا جدا جدا، في سنه انانيه. لسه اللعيبه عايزه تفوق اكتر، اللعيبه عايزه تركز اكتر. احنا لسه في البدايه، لسه عايزين نشوف الاداء الجميل، عايزين نشوف جمل، عايزين نشوف تحركات، عايزين نشوف اهداف بقى وروعات وشغل عالي جدا. تيم الاهلي عالي جدا جدا جدا. الاهلي لازم يقدم كرة احسن من كده. الاهلي مش لازم يتنازل عن الدوري، الاهلي لازم ياخد الدوري السنه دي. لازم 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 الاهلي يبقى اقوى من كده، والمدير الفني عشان كاس العالم للانديه لازم المدير الفني يا جماعه نحط ايدينا عليه من دلوقتي. كل يوم بالعدي احنا بنخسر كتير. كاس العالم للانديه مهم جامد جدا لجمهور النادي الاهلي. احنا مش رايحين نقدم وخلاص، لا
احنا رايحين عايزين نطلع للدور اللي بعد كده والدور اللي بعد كده كمان. الاهلي مش قليل، الاهلي فريق كبير جدا 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 وعنده كوكبه من النجوم على اعلى مستوى. اي نعم في بعض المشاكل في خط الدفاع، محتاج يدعم خط الدفاع شويه، ولكن يبقى الاهلي عنده تيم قوي جدا جدا جدا. الزمالك بيبعد عن الدوري بنسبه كبيره، واتوقع ان النهارده الزمالك هيخسر. الزمالك مستواه بقى سيء، كوره بقى سيئه، خلينا نشوف النهارده الزمالك هيعمل ايه. ولكن انا متوقع ان شاء الله النهايه بين الاهلي وبيراميدز والاهلي يحسمها، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الدوري اهلاوي. سلام.